ريال مدريد لا يقهر. اليوم كان الضحية اسبانيول. يا أخي إذا كان كورتوا أفضل حارس في العالم حاليا يخطئ، لكنه كورتوا غالبا يبدع، لهيك مسامح جماهيريا. كارثة لأي فريق يسجل في مرمى ريال مدريد أولا، مثل ما صار مع اسبانيول اليوم تماما. أكلوهم أكل برباعية، وكان قريب فينيسيوس ورفقائه من تسجيل الخامس والسادس. في ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي والنجوم الكبار في خط الهجوم، ووسط يقوده لاعب عجوز في عمره، شاب في عطائه لوكا، ولاعب هو الأفضل في العالم كلاعب وسط شاب اللي هو بيلينغهام. الفريق لا يقهر. الجميل في ريال مدريد إذا ما سجل كيليان مبابي أو فينيسيوس أو رودريغو، هناك لاعب آخر راح يسجل. الفريق المنافس ما بيعرف من وين راح تجي الضربة، والدليل اليوم كارفاخال سجل. كرة القدم جميلة وممتعة، لازم كل فترة يكون في فريق مسيطر على متعتها